تعالوا نبدأ مع بعض أول تجهيزات عيد الأضحى. كل سنة وانتم طيبين. هنبدأ بأول حاجة، الأكلة اللي ما بيختلفش عليها اتنين في عيد الأضحى، وهي الرقاق. سواء رقاق طري أو سواء رقاق ناشف، فهي أكلة مميزة جدا ومرتبطة قوي ومقترنة بعيد الأضحى. هنبدأ النهاردة في أول تجهيزات عيد الأضحى، وهي الرقاق الناشف. الرقاق الناشف تجهيزاته بسيطة جدا وسهل ويعني ممتع وانتي بتعمليه، ومش متعب أبدا، وينفع الناس اللي مبتدئة ينفع تجربه. تعالوا بقى نحط لايك وشير وتشتركوا في القناة لو حابين تشوفوا كل جديد، ويلا بينا نبدأ الفيديو. اول حاجة معانا كيلو من الدقيق، وعليه ربع معلقة من الملح، بس كده مش هنضيف حاجات تانية غير المية. هندي تقليبة كده للدقيق مع الملح عشان يتوزع كده في الدقيق، ما يبقاش في حتة واحدة. وهننزل عليهم بكوباية كده من المية، ونبدأ ان احنا نعجن كده مع بعض واحدة واحدة. اهم حاجة في الوصفة بتاعتنا العجن، لازم تعجني كويس قوي علشان خاطر تحصلي على نتيجة حلوة، ودي شرط من شروط المعجنات. في اي نوع من المعجنات بيحب العجن الكتير، فالمهم خلي بالك طويل، وهتعجني مش اقل من 5 ل7 دقايق، مش كتير قوي. ولو عندك عجينة هتوفري على نفسك مجهود وتعب. بس احنا طبعا بنحب نعمل حاجات بشكل عملي ويدوي، علشان خاطر الموضوع ما يبقاش فيه تعقيد، ويبقى سهل وبسيط وسلس كده على كل الناس. طبعا الوصفه دي سهل جدا انك انت تجربيها لو انت لسه اول مره تعمليها، لان هي ما فيهاش تعقيد. لو مشيتي على الخطوات كده وظبطتي نفسك كده زي ما انا عملت بالظبط، الدنيا هتمشي معاكي كويس. كده لميت العجينه والدقيق اختفى تماما، ولكن لسه هنعجن شويه حلوين كده على الترابيزه كده. وهنبدا بقى ندعك في العجينه ونفرد فيها ونعجن، زي ما انتم شايفين كده لت وعجن لحد لما العجينة تظبط معاكي وتنعم خالص خالص، ويبقى قوامها حلو. شرط من شروط العجينة بتاعتنا انها ما تبقاش بتلزق، وما تبقاش سايحة، وما تبقاش سايبة. العجينة بتاعت الرقاق ما بيتحطش فيها مية كتير، علشان خاطر احنا عايزينه رقاق ناشف. وكده انا خلصت عجن في العجينة بتاعتي وسبتها ترتاح 5 دقايق بالظبط. وبعدين ابتديت اني اقطعها كده والم العجينة واكورها كده بحجم تقريبا كلها نفس الحجم، علشان خاطر الرقاق يطلع كله نفس الحجم. وحطيت الاول شوية دقيق حلوين في الصينية اللي هحط عليها العجينة بتاعتي والكور اللي انا عملتها. ابتديت بقى اني افرد العجينة كده على دقيق زي ما انتوا شايفين. طبعا بتسيبيها برضو ترتاح 5 دقايق، بس مش عشان تخمر ولا حاجة، مفيش اي مواد رافع فيه، واحنا مش محتاجينه ان هو يخمر. كل الحكاية ان احنا عايزينه بس ان هو ما يبقاش عامل زي الاستيك، وتبقى العجينة مرتاحة واحنا بنفردها. طبعا بترش دقيق كتير يعني من فوق ومن تحت علشان تفردي العجينة كويس. تبدأي بقى تفردي كده بالنشابة كويس قوي، وترققي العجينة على قد ما تقدري. كل لما ترققي العجينة بتاعتك كل لما تبقى الرقاقة بتاعتك مش معضمة. ولازم نفردها بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، ونفتح العجينة ونفردها تاني لحد لما السمك بتاع العجينة بتاعتك هيبقى رقيق جدا. طبعا مش بيبقى شفاف، انما بيبقى رقيق جدا، علشان العجينة ما تبقاش معضمة زي ما قلتلكوا واحنا بنعمل الرقاق وبنسويه، فيطلع معاكي نتيجته حلوة وقوامه حلو وكمان طعمه حلو. انا كده فردت اول واحدة، وهبدأ افرد تاني واحدة. طبعا انتي بتفردي مثلا 3 أو 4 أو 5، والفرن بيكون شغال علشان خاطر توفري على نفسك مجهود. هتاخدي واحدة واحدة كده او 2 على حسب حجم الفرن بتاعك، وتدخليهم الفرن على طول. طبعا احنا مش بنسيبهم بقى يخمروا ولا حاجه، لان مفيش اي مواد رافعه في الخميره في العجينه بتاعتنا، ومش هنحتاج ان احنا نسيب العجينه ترتاح ولا اي حاجه. طبعا هتدخلي بقى قلتلك على حسب حجم الفرن بتاعك، بياخد 2 3 على حسب حجم الفرن وعلى حسب حجم الرقاق بتاعك. بس وطبعا بتكوني مشغله الفرن قبلها ب5 دقايق او 10 دقايق، يكون سخن كويس. وطبعا مش بنوطي النار خالص ولا بنهدي
تديها واحنا بنسوي الرقاق بتاعنا. خدته كده لفيته كده زي ما انتوا شايفين على النشابه. طبعا النشابه دي لازم تكون معاكي وانتي بتعملي، عشان هي دي اللي هتلفي عليها العجينه، وعشان تقدري تحطيها مفروده في الفرن. يعني هتعرفي ترميها ازاي في الفرن، ما هي مش هتبقى صعبه شويه عليكي وانتي بتعملي. هتبداي بقى انك تقلبي الرقاق بتاعك فوق وتحت كده، تقلبيها شمال ويمين لحد لما تلاقيها خدت لون كده وابتدت ان هي تاخد حمار سنه كده، زي الرقاق اللي بنشتريه بالظبط. ومش بنقفل الفرن ابدا، الفرن بيفضل مفتوح طول ما احنا بنسوي، ما بنقفلش عليه علشان خاطر بيبقى الرقاق محتاج متابعه على طول على طول. فاكيد مش هتفتحي الفرن كل دقيقه، يعني فاهمه ازاي؟ فهيبقى الموضوع بالنسبه لك سهل. وكمان الرقاق ما بياخدش وقت، احنا عاملين عجينه رقيقه وخفيفه جدا، فما بتاخدش وقت في التسويه وبتطلع معاكي جميله جدا. طبعا الرقاقه بتطلع معاكي محمره لكن لسه طريه. اول بقى ما بتشم الهوا كده بتبدا تنشف وتقرمش وتبقى معاكي تحفه. يعني ما تتخضيش انها طلعت معاكي كده طريه وهي احمرت، لا بالعكس، هي بتاخد اللون اللي انتوا شايفينه وبتخرجيها كده في الهوا وتفرديه، ما تحطوش فوق بعض علشان خاطر ما يفضلش طري، واحنا محتاجينه ان هو يبقى ناشف. بس كده اتمنى تعملوه وتقولوا لي رايكم فيه ايه، وما تنسوش في اللايك والشير وتشتركوا في القناه. وسلام.